السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شاب ومراته محرومين من الخلفة، اتبنوا بنت اتعرضت للاغتصاب وهي عندها 5 سنين، وتعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل. بس قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول، وما تنسوش اللايك للفيديو. يبدأ فيلمنا بنرجس وهي قايمة من النوم مفزوعة لانها حلمت باللي حصل لها زمان، وهو ان الناس دول خدروها واغتصبوها. بتقوم من على السرير تخرج، فبتلاقي سمير جوزها عامل لها مفاجأة بمناسبة عيد ميلادها، وهي زي اي بنت مصريه كئيبه بتحبطه وبتقول له ما كانش ليها لازمه العمايل دي كلها، انا مزاجي مش رايق وماليش نفس لاي حاجه ومش عايز افطر، ويلا بينا عشان ما نتاخرش على الدكتوره. مصريه يعني مفيش كلام، اوعي تزعلي مني يا بنت بلدي، انا بهزر. بيتضايق سمير جدا وبيقول في باله هو نصرف المصاريف دي كلها وفي الفاضي؟ المهم بيروحوا للدكتوره اللي بتعالجها نفسيا، والدكتوره بتسال نرجس ايه اللي حصل معاكي الاسبوع اللي فات، وبتقول لها يا ترى الادويه الجديده اللي وصفتها لك عملت معاكي حاجه؟ حاسه بتحسن؟ قالت لها نرجس ايوه احسن شويه. الدكتوره بتسال سمير الاسبوع اللي فات كان احسن والعلاقه بينكم اتظبطت ولا لا؟ قال لها الحمد لله احسن من الاول. فعلا العلاقه كويسه، بأمارة المصاريف اللي صرفتها يا اخويا وفي الاخر ما عجبتهاش. احنا الرجاله كده بيكون متنكد علينا وطلع عينينا وبنحاول على قد ما نقدر اننا نبين العكس. هي تسكت وتداري معاه؟ لا والله بتفضحه قدام الدكتوره وبتقول له انت بتكذب ليه؟ مفيش حاجه كويسه. معاك مناديل يا ابني تمسح العرق اللي عرقته بسبب احراجك ده ولا اجيب لك فوطه؟ بتقول له الدكتوره ان كل حاجه زي ما هي مفيش تغيير، انا تعبت من ان كل يوم بجرب علاج جديد، انا اهون عليا موت من العيشه اللي انا عايشاها دي. انا غيرت 3 وظايف بسبب تعاطف الناس معايا لانهم عارفين ان اتعرضت للاغتصاب، وانا مش قادر انسى ان اتعرضت للاغتصاب كذا مره مش مره واحده. وانا متعاطفه مع سمير لانه مستحملني وعايش معايا وانا جسمي من غير روح، انا عايزاه يتجوز ويعيش حياته. بتحضنها الدكتوره وبتقول لها انت محاربه قويه يا نرجس وهتقدري تتغلبي على اللي انت فيه. بعدها بيروح سمير لوحده عند الدكتوره وبيقول لها احنا لو حاولنا وخلفنا ممكن نرجس ترجع طبيعيه؟ بتقول له الدكتوره علاج نرجس للاكتئاب قوي جدا ومش هينفع تحمل في الظروف دي. بعد كده بيروح سمير يعزي صاحبه ديباك، بيشوف بنت صغيره اسمها ننديني. ديباك بيقول له انها بنت اخوه وانه مسافر يشتغل وهيوديها دار ايتام او وكاله تبني. بيقول له سمير انا هاخدها عندي اسبوع ولو هي حبت نرجس ونرجس حبتها هتعيش معانا دايما. فبيفرح صاحبه وبيحضنه وبياخدها سمير ويروح البيت، واول ما نرجس بتشوفها بتقول له مين دي؟ بيعرفها سمير انها بنت اخو صاحبه وبيقول لها طلب مني انها تقعد معانا اسبوع لانه مسافر. طب هتنام فين؟ قال لها على سريرك. قالت له لا، عندك اوضه امك وابوك تنام فيها. وبتكون نرجس متضايقه من وجودها. بياخدها سمير ويدخلوا الاوضه وبتكون بقالها قرن ما اتنضفتش وبيبدا بتنظيفها. وتاني يوم بتقف نرجس تبص على ننديني وهي متعصبه، بتقول لها الخدامه سمير عمل لها فطار الصبح، هتاكل ايه هي دلوقتي؟ قالت لها تاكل من الموجود. ردت عليها وقالت لها دي طفله والاكل ده هيكون حر عليها. نرجس قالت لها بغضب خلاص اسالي اللي جايبها، وبتسيبها وتمشي. بيجي سمير وبيكون جايب عربيه هديه لنرجس، فبتقول له انت قلت انها تقعد معانا اسبوع وما قلتليش ان المفروض اعتني بيها طول اليوم، انا اسفه مش مستعد اشيل المسؤوليه دي. وبتسيبه وتمشي. خدها يا بنت انا جايب لك عربيه يخرب بيت كآبتك، المفروض يجيب لك قطر يقطعك حتت والله. بيدخل سمير لننديني بيدي لها كيت كات وما بترضاش، فبيقول لها طيب خدي دي، وبيلعبوا مع بعض. ونرجس بتكون واقفه تبص عليهم. بتروح نرجس للدكتوره وبتقول لها على اللي حصل وانها متضايقه جدا بسبب وجود البنت دي، وبتقول لها ان المفروض تكون بنتي. انا لما اتجوزت سمير كان عندي رغبات كتير واولها ان اخلف وابني اسره. واثناء ما نرجس بتتكلم بتوقع طبق على الارض وبيتكسر. يخرب بيتك يا شيخه ده مكتوب في القايمه. بتلم الدكتوره وبتقول لها الكسر اللي زي ده في اليابان بيتجمع تاني ما بيترماش، وانا عايزاكي تعملي كده تجمعي في اللي اتكسر جواكي لحد ما ترجعي زي الاول. وبالنسبه لننديني هي متحطمه زيك بالظبط، ويمكن ربنا مجمعكم عشان تهونوا على بعض. بتروح نرجس البيت وبتشوف ننديني بتتفرج على العيال اللي بيلعبوا، فبتقول لها لو عايزه تخرجي اخرجي. وفعلا بتخرج ننديني وبتقعد على سلم البيت. بيهجم عليها كلب وبتصرخ، بتسمعها نرجس وبتجري عليها زي المجنونه. بتفضل تضرب في الكلب لحد ما سابها وبيعض رجل نرجس وبتضربه تاني وبيسيبهم ويمشي. نرجس بتاخد ننديني للمستشفى وبتكون قلقانه جدا، بيعالجوا لها الجرح وبتاخدها وتمشي. بيجي سمير وبتقول له نرجس ان كلب الجيران هجم على ننديني وبيدخل يطمن عليها. بعد كده بيخرج ولما بيعرف ان الكلب عض نرجس كمان بيطمن عليها برضه. تاني يوم بيصحى سمير وبيلاقي نرجس بتاكل ننديني، فبيستغرب
بيقعد يفطر ويقول لها ديباج جاي النهارده عشان ياخد ننديني. نرجس بتتضايق وبتدخل المطبخ تعمل بيض بالبسطرمه، وبتخرج تقول لسمير احنا نتبنى ننديني. فبيفرح سمير بقرارها وبيروحوا يعملوا الاجراءات، وبتعيش ننديني معاهم في سعاده. وبتروح ننديني المدرسه وبيكون الباص اتاخر عليها، فبتيجي بنته وتقول لها ايه رايك ناكل ايس كريم على ما الباص يجي؟ قالت لها ننديني يلا. وبالفعل بيروحوا ياكلوا الايس كريم، وبيجي مجموعه شباب يهجموا على البنت وبيخطفوهم. ومن هنا بتبتدي متعه الفيلم. فوق لنفسك بقى يا سيدي الناس وركز معايا. بنتنقل لسمير وبيجي له اتصال من المدرسه بيعرفوه ان بنته اتخطفت. بيتجنن سمير ويروح جري على المدرسه، بيسال على اللي حصل. الاستاذه بتقول له ان الراجل ده شاف كل اللي حصل. بيساله سمير فبيقول له الراجل على اللي حصل كله. وبنروح للي خطفوا البنات وبنعرف ان الواد ده بيحب البنت دي، بس البنت دي ما بتطيقش الواد ده. يبعت لها هدايا ترجعها، يطلب رقمها ترفض، يقف يكلمها تتهرب، اما ريح دماغه وخاطفها. وهنا سمير بيقول للظابط ان الراجل قال الولاد لابسين لبس المدرسه، فاحنا ممكن نجيب الارقام من المدرسه ونسال ابهاتهم مين عنده عربيه زرقاء، وهنعرف في اقل من ساعه. الظابط قال له انا بلغت جميع الشرطه اللي في البلد واكيد دلوقتي بيدوروا على العربيه. سمير قال له اكيد هيخبوا العربيه مش هيمشوا على الطريق، بس الظابط ده شلحف وبيقول له نفس الكلام وبيطلب منه يصبر. بيقول له سمير اصبر ايه؟ اعمل اي حاجه، انت شرطي والشرطه في خدمه الشعب. قال له الظابط كفايه بقى واخرج بره. سمير بيتعصب وبيقول له مش رايح اي مكان غير لما تقدم بلاغ بخطف بنتي. بيرد عليه الشلحف وبيقول له مفيش بلاغ هيتقدم قبل ما يعدي 12 ساعه. سمير بيقول له بغضب لو حصل لبنت اي حاجه هدمر لك حياتك. والشلحف بيتعصب جدا، اهدى يا بابا، اهدى يا حبيبي، اهدى لا يطق لك عرق ولا حاجه. بيجي عسكري يقول لسمير تعال اخرج دلوقتي عشان الموضوع ما يكبرش، وفعلا بيخرج سمير. نرجس بتتصل عليه وبتقول له ان ننديني لسه ما رجعتش لحد دلوقتي. قال لها نسيت اقول لك ان ديباج هياخدها يفسحها وهيجيبها بالليل، وما بيقولهاش انها اتخطفت. بيقفل معاها وبيروح للراجل العجوز وبيقول له تعرف توريني الاتجاه اللي العربيه مشت منه؟ الراجل قال له ايوه. بياخدوا سمير ويلفوا بالعربيه وبيروحوا محل ذهب، وبيطلب من صاحب المحل يوري له تسجيل الكاميرات. والراجل بيكون رافض في الاول لان لازم الشرطه تكون موجوده، لكن في الاخر بيوافق بعد ما سمير قال له ان الحكومه يومها بسنه وانا عايز الحق بنتي في اسرع وقت. وبيتفرجوا على التسجيلات وبيتعرف الراجل على العربيه، وبيقول لسمير ان الطريق ده بيودي على خارج المدينه. وبتظهر معانا الست اللي شبه الطور وبيكون اسمها ساكور، ست بس ايه نينجا، عندها جيش يحرر دوله وكلمتها بتتنفذ قبل ما تقولها. بتتصل على الولد اللي كان سايق العربيه اللي خطفوا فيها البنات وبتقول له انت فين يا ابني؟ قال لها في المزرعه مع باكو واتنين اصحابه بيحتفلوا. قالت له انت بتكذب عليا يا كلب، انطق وقول لي ايه اللي عملتوه في المدرسه؟ قال لها انا ما عملتش حاجه، انا كنت بحاول امنعهم، بس باكو كان غضبان جدا وخطف البنتين، واحده عندها 15 سنه وواحده عندها 5 سنين. بتقول له والكلاب دول عملوا ايه؟ قال لها اغتصبوا البنتين. قالت له خليك مكانك ما تتحركش، هبعت لك راشد. وبتتصل على راشد اللي بيكون صاحب سلخانه وبتقول له تعالى لي. وباكو بيضرب الولد وبيقول له انت ايه اللي خلاك تقول لجدتي؟ بيقول له يا عم جدتك مش محتاجه ان اقول لها، هي عرفت لوحدها. بيروح راشد لساكور وبتقول له عايزاك تخلص من البنتين دول وتاخد باكو والولاد اللي معاه وتامنهم كويس ومحدش منهم يتحرك. بيقول لها ما تقلقيش كله هيبقى تمام، وبيسيبها ويمشي. والصحفي ده بيتكلم عن القضيه وبيقول ان لحد دلوقتي الشرطه ما عملتش حاجه، مع ان في شاهد موجود، اكيد اللي عمل كده ابن حد مهم في البلد عشان كده ما بيتحركوش. بيوصل راشد للمزرعه مش بيلاقيهم، وبيتصل بواحد فيهم وبيعرف مكانهم وقال له خليك مكانك ما تتحركش انا جاي لك. بيمشي راشد وبيوصل سمير للمكان وبيلاحظ ان في حاجه والعه، فبيساله واحد من القريه قال لهم ان في حد مولع في عربيه وانفجرت. بيروح سمير لمكان الحريق وبيفضل يصرخ ويقول بنت فيها ساعدوني، وفعلا الناس بتساعده لكن مش بيلاقوا اثر لاي جثه. بيبداوا يدوروا في المكان لحد ما بيلاقوا البنت الكبيره فاقده الوعي. بيكملوا تدوير على ننديني لحد ما بيشوفها سمير وبتكون غرقانه في دمها. بيشيلها سمير ويجري عشان يوديها المستشفى، وبيوصلوا المستشفى ونرجس بتكون هناك. بيدخل سمير يغسل ايده وبيجي له اخو البنت يقول له انا عارف مين اللي عمل كده. بيقول له سمير مين؟ قال له باكو، والحكومه ما بتعملش اي حاجه لانه حفيد ساكور ولانها قويه جدا محدش يقدر يقرب لفرد من عيلتها. وبيوري له صورتها. بيسمع سمير صوت نرجس وهي بتصرخ وبتكون ننديني ماتت. وبعد ما الجنازه خلصت بتقول نرجس لسمير طول ما الكلاب اللي عملوا كده عايشين ما تورينيش وشك، وبتسيبه وتمشي. بعد كده سمير بيتخيل ننديني وهي بتبص له بغضب. بيروح سمير لرئيس المباحث وبيقدم بلاغ في باكو، والظابط الشلحف بيحاول يدار عليه، فبيقول له سمير في شاهد موجود هيتعرف عليه لكنه مفقود وما عدلوش اي اثر. رئيس المباحث بيقول للظابط الغتت انت ما جبتش اي دليل للقضيه والشاهد الوحيد مش لاقيينه، انت ما تنفعش تكون ظابط، انت المفروض تبيع مخالب
بيخلل. بيروح سمير يستنى الضابط الرزل عند بيته، واول ما بيدخل بيرفصه، والعجله مراته بتفضل تصرخ. بيقول له سمير مين اللي كان مع باكو وفين بتاع الايس كريم؟ عارف لو كذبت عليا هفسيك. قال له انا ما اعرفش مين اللي كان مع باكو، اما بتاع الايس كريم ما عدتش هتلاقيه لان ساكور خلصت عليه. اسمع مني، انت هتفضل تلف وتنحل ومش هتوصل لحاجه. انسى الموضوع واعتبره ذكرى وحشه وعدت، واصلا انت كنت متبني البنت، فعادي لو اتبنيت مره تانية الحاجه ساكور هتدي لك 2 مليون جنيه، خدهم واتبنى ولد بلاش بنت، لان البنات ما بيجيش من وراهم الا السمعه الوحشه. عمنا سمير بيسمع الكلمتين دول وهاتك يا دعك، بينزل فيه ضرب وفين يوجعك. بيكسروا الصيني وبيدخلوا على التفال، وبعد ضرب كتير بيجي مجموعه من الشرطه يضربوا سمير وبياخدوه للمحكمه، وبيتحكم عليه بشهرين، والقاضي بيعتذر له لانه مقدر الحاله اللي هو فيها، بس لازم القانون ياخد مجراه. بياخدوه على السجن وبيكون مع الراجل ده في الزنزانه واسمه رئيس. وفي وقت الغداء بيجي واحد لرئيسه وبيقول له جالنا رساله بتقول ابعد عن المسجون الجديد لان راشد الجزار امر بقتله. بعدها بيكونوا في الزنزانه وبيقول له رئيس سمعت عن اللي حصل لك وزعلت جدا، في مسجون اتامر بقتلك وهينفذ بكره، واللي امره بقتلك واحد اسمه راشد وبيكون اكبر اعدائي، مجرم خطير جدا. انا مش هقدر اساعدك بس متاكد انك هتقدر تساعد نفسك. وبيديله سلاح وبيقول له لو عديت منها على خير هدلك على مكان راشد. وتاني يوم سمير بيكون في الحمام، بيدخلوا عليه واول ما بيسمع صوت بيهجم عليهم وبيطحن فيهم، بيضربهم جامد وبيديلهم علقه سخنه ايه ده علقه موت. بيضربوا في بعض كتير والمعركه بتطول، بيتصاب سمير لكنه ما بيهموش وبيكمل طحن فيهم لحد ما بيخلص عليهم، بس رئيسهم لسه عايش. بيخرج سمير وبينادى على الشرطه بس محدش بيعبره. بيجوا بقيه العصابه مع رئيسهم عشان يخلصوا على سمير، لكن رئيس بيساعده وبيبدا يقتل في افراد العصابه، وسمير بيخرم في الرجاله، بيعمل منهم مصفى وبيهجم على رئيس العصابه لكنه اقوى منه، بيغرز دماغ سمير في الطين وبيجي رجاله رئيس ينقذوه، وسمير بيقوم وبتستمر المعركه بينهم. بيضربوا في بعض كتير ورئيس ورجالته بيساعدوه لحد ما بيقدر سمير بحركه ذكيه يقطع عرق رئيس العصابه، والمساجين بيفضلوا يخبطوا بالاطباق وبيقولوا لسمير اقتله. سمير بيسمع كلامهم وبيذبحوا، وكالعاده الحكومه بتيجي بعد الهنا بسنه وبيضربوا سمير وبيغمى عليه. بعدها سمير بيسمع في الاخبار ان البنت فاقت واعترفت على اللي عمل كده، وبيتعصب سمير. وفي المشهد اللي بعد كده بتروح ساكور لنرجس وبتقول لها قولي لجوزك يقضي ايامه في السجن بهدوء، ولو خرج بلاش يضيع وقته في القضيه، اللي حصل انسوه وعيشوا بامان، يا اما جوزك هيموت زي ما بنتك ماتت ووقتها مش هتعرفي تعيشي. قالت لها نرجس انا تعرضت للاغتصاب من 6 رجاله في يوم واحد ولسه عايشه اهو، ولو سمير مات برضه هعرف اعيش. هي بنت الجبروت اللي انت فيه ده. ساكور بتقول لها خدي بالك وانت خارجه حد يرمي على وشك حاجه، وبتسيبها وتمشي. وبنروح لسمير وهو خارج من السجن وبيودع رئيس بيقول له الاولاد موجودين عند راشد ورجالته كلهم هيكونوا تحت امرك، وبيودعوا بعض. وبيمشي سمير والمساجين كلهم بيحيوه. بيخرج ويروح لرجاله رئيس وبيقول له واحد منهم راشد عنده جيش كامل وما عندوش رحمه، فكر في الموضوع قبل ما نخسر حاجه. سمير بيقول له هنتعامل مع اي حاجه هتحصل. وتاني يوم بيروحوا لمكان راشد وبتبدا المعركه. سمير بيهجم عليهم وبيخلص على اي حد يقابله وبيكمل طريقه، وبيلاقي شويه واقفين يقطعوا في العجول، انت يا ابني، انت يا بابا، انت يا حبيبي، في بني ادمين بيتذبحوا بره. بيسيبوا اللي في ايديهم وبيستعدوا لسمير. سمير لسه هيستناهم، لا والله بيهجم عليهم، بيكسر عظمهم ويسلخ جلدهم ويفرم لحمهم، والساعه ب5 جنيه والحسابه بتحسب. بيخلص منهم وبيوصل لراشد. بيتعصب سمير وبيبدا يضرب فيهم بغل، بيدبح فيهم زي الفراخ وبيقتلهم بطرق بشعه، وبيقدر يخلص على راشد وبيذبحه قدام اخوه. وبيوصل لمكان الولاد ومش بيلاقي غير 2 منهم، بياخدهم ويروح نفس المكان اللي بنته اتقتلت فيه. بيقول له سواق العربيه انت لو قتلتني مش هيكون غلط، بس انا جبان، انا شفتهم بيعملوا حاجات كتير بشعه وما كنتش قادر امنعهم. وبيقول له انا ممكن اعترف بكل حاجه على ساكور وهي اللي امرت بقتل البنات، وهقول كمان على كل حاجه باكو عملها قدام عيني. وبيحكي له انه جاب البنات واغتصب البنت الكبيره وان الولد ده اغتصب الصغيره. بيغضب سمير وبيهجم على الولد يضرب فيه بكل قوه، بيضربه بسلسله فيها مواس، بيقطع له لحمه، وفي النهايه الولد بيموت. وتاني يوم الشرطه بتلاقي جثه الولد متعلقه في شجره. بتروح الشرطه عند ساكور تدور على باكو لكن مش بيلاقوه، وبيجي اتصال لساكور من ابنها واللي بيكون ابو باكو، وبيقول لها ايه رايك لو خلينا باكو يسلم نفسه؟ قالت له طول ما انا عايشه مفيش فرد من عيلتي هيدخل السجن. بعد
بعد كده بيروح سمير للمفوض وبيسلم له السواق، بيديله المفوض تقرير عن ابن ساكور وبيقول له ان باكو دلوقتي مع ابوه في مصر ومفيش في ايدينا حاجه نعملها لك ومفيش حل قدامك غير انك تسافر مصر بنفسك. سمير بيساله انت بتساعدني ليه؟ قال له المفوض انا عندي بنت واللي حصل مش سهل، انا مش عايزك ترحمه. بيرجع سمير على المقر بتاعهم وبيجي له راجل يقول له نرجس بره عايزه تشوفك. بيخرج لها وبيقول لها لسه واحد بس وهسافر له. قالت له وانا مستنياك ترجع بالسلامه. بيسيبها ويمشي. ايه يا ابن السرعه دي؟ ده انت ما شفتهاش من شهرين، هي ما وحشتكش؟ ده انا لما بغيب عني ساعتين بوحشني. تاني يوم بيوصل سمير لمصر ومعاه اخو البنت، واثناء ما هو ماشي على كوبري قصر النيل بيقول لسواق التاكسي عايزينك تودينا مكان نجيب منه سلاح وهندي لك $100. وها هي مصر العظيمه، مصر العريقه، مصر الجميله. طب والله بلدنا حلو، بس ده ما يمنعش ان عايز اسافر جمصه برضه. بيوصلوا للمكان اللي هيشتروا منه السلاح وبيدخل على واحد ياخد منه سلاح، والراجل بيقول له هتقتل كام واحد؟ سمير رد عليه وقال له اي حد هيقف في طريقي، وبيطلب سمير منه انه يساعدهم مقابل $1000. رد عليه وقال له وماله، بس اي سلاح هيبقى بتاعي. فبيوافق سمير، واللي عنده اهرامات زينا نقول له عمنا. وبيروح سمير بيت جنب بيت تمليش اللي بيحمل ولد وابوه، والبنت دي بتوصف له عدد افراد العصابه وازاي بيأمنوا باكو. بيبص سمير من الشباك وبيشوف باكو وبيغضب، قال لهم هنهجم عليهم بكره الصبح. وفعلا بيطلع النهار وسمير بيهجم على البيت اللي باكو قاعد فيه. بيشوفه واحد مصري وبيقول له انت مين ياض ايه يخرب بيتك هتفضحنا، ده عمك فيديو الجموال يا ابني، فحد ما يعرفوش. بيرفع عليه السلاح بس سمير بيطحنه وبيخلص عليه. بيشوف باكو وهو بيهرب وبيضرب عليه نار، وبيجوا الرجاله عشان يضربوا سمير لكن بيهرب منهم. وبيجي حسنين وبيقتل واحد فيهم، وسمير بيمسك التاني ينظف به الحيطه، لا وبياكلها له كمان. بيتلم عليها 4 رجاله وهو ولا فارق معاه، بياخدهم فحت ردل فزع رزع مزق لزق لحد ما بيخلص عليهم كلهم، والساعه ب5 جنيه والحسابه بتحسب. بيشوف باكو وابوه بيهربوا، بياخد زميله اللي اتطحن وبيجري وراهم، بيمشوا بالعربيات وهو وراهم، وبتحصل مطارده طويله بينهم وسط خوف وخفرع ومنكرع. اهراماتنا يا منوره العالم. بيضربوا نار على بعض وبيقدر حسنين يفجر عربيه منهم. بيكملوا مطارده ورا العربيه التانيه لكن حسنين بيتصاب. بياخد سمير منه السلاح وبيقدر يقلب عربيتهم. بينزل سمير وبيخرج باكو من العربيه وبيفضل يضرب فيه، بيضربه بغل، والساعه ب5 جنيه والحسابه بتحسب. وبيمسكوا من اللي احسن عشان تغتصب البنات كويس. مش انا اللي بقول يا زميلي، ده سمير اللي بيقول. بيجي ابو باكو يضرب سمير لكن سمير بيطحنه لانه شايف باكو بيجري، وبيجري وراه لحد ما بيمسكه وبيخلص عليه. وبيكون ابو باكو هيقتل سمير لكن اخو البنت بينقذه وبيقتله. وبننتقل لساكور وراجلها بيقول لها الشرطه جايه واحنا جاهزين نمنعهم. قالت له ما عدلوش لازمه. بيسيبها ويمشي، وبتترمي في حضن البنت اللي بتشتغل عندها، لكن البنت بتكون كرهاها وبتفك الدبوس من شعرها وبتخلص عليها. وسمير بيكون رجع الهند، واخيرا نرجس بتكون حامل وبتقول له تعالى اوريك حاجه. وبيخرج يلاقي ناس كتير طالبين منه المساعده. سمير بيتخيل ننديني في وسطهم وبيحيي الناس وهم بيحيوه، والساعه ب5 جنيه والحسابه بتحسب. وهنا بيكون انتهى فيلمنا. لو لسه ما عملتش اللايك يا غالي اتمنى انك تنزل تعمله دلوقتي وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديده. ولو عجبك الفيلم شيره لاصحابك، والساعه ب5 جنيه والحسابه بتحسب. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.